في الفيديو ده هعرفك ازاي من 700 جنيه بعد 20 يوم تاخدي 5000 او 5000 ونص. ورقة وقلم كده واكتبي معايا، بس الاول صلي على النبي. ولو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتعملي لايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو استفدتي تعملي شير للحلقة عشان غيرك يستفاد. تمام. انا بعمل يا جماعة افكار مشاريع صغيرة علشان الناس اللي مش لاقية شغل او الناس اللي بتشتغل من البيت تلاقي لقمة عيش بالحلال، والكل يشتغل، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وربنا يقدرني واوفر لكم مشاريع اكتر واكتر. والمشروع ده هو من على ارض الواقع اهوت، وان انا ما بتكلمش بورقة وقلم، قاعدة يعني بعيد عن المشروع وبكلمكم والحياة سهلة والكلام ده كله، يعني اللي هو ايه، اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار والكلام ده كله. لا يا جماعه، اهوت على ارض الواقع، ولسه في كتاكيت منهم بره، ده دولت بس اللي جوه في العشه. تمام. اما بالنسبه للكيس والحاجات اللي حواليهم دولت، طبعا لما ببعت العيال بحط الاكل بتاع الفراخ في كيس، فبيفضوا الكيس، ويبقى الكيس هنا طبعا اكيد كل فتره بلم الاكياس والحاجات من حواليهم وكده. تمام. بصوا يا حبايب قلبي، اول حاجه كده الكتاكيت دي كانت كتكوت ب70، كتكوت ب7 جنيه، انا اسفه. وجبت 100 كتكوت، ودي كانت شورة امي الصراحه ان اجيب 100. انا كنت خايفه من العدد ده، بس الحمد لله رب العالمين ربنا سترها، والحمد لله مفيش حاجه ماتت، والحمد لله الدنيا ماشيه تمام. تمام يا حبايب قلبي. وبصوا بقى، كتكوت ب7، ال100 كتكوت ب700 جنيه. اول حاجه، اول ما جبتهم كنت حطاهم في عشه صغيره، لانهم كانوا كتاكيت صغيره خالص اللي هي لونها اصفر الصغيره دي. تمام. حطيتهم بقى ال100 كتكوت دول، حطيتهم في عشه، وانا عامله فيديو عن الحضانه العشه الصغيره اللي انا كنت حطاهم فيها. كنت حاطه معاهم 10 ساسو و20 ابيض. بعد 15 يوم بالظبط طلعتهم من الحضانه دي، وسبت فيها الابيض والساسو. لحد دلوقتي الابيض والساسو عمرهم 22 يوم، انا حطاهم في الحضانه الصغيره دي. هي مش صغيره قوي يعني، هي واخده الكتاكيت. وانا برضو مصوره فيها في فيديو، الفيديو اللي جاي هنزل لكم الحضانه دي شكلها ايه برضو، عشان لو حد عايز يصمم حاجه زيها يصمم حاجه زيها. تمام. بصوا حبايب قلبي بقى، المهم ان احنا جبنا الكتاكيت وحطيناهم في الحضانه دي، اكلتهم علف لمده 15 يوم. عايزه اقول لكم والله ما يعني العلف لحد دلوقتي مش مكلفني 700 جنيه، لان انا كنت في الاول خالص وهم لسه نونو كتاكيت اصغر من كده بقى، كانوا لسه عمري يوم، كنت باكلهم علف اللي هو العلف الناعم. بعد بالظبط 15 يوم شلتهم بقى من الحضانه، جبتهم في العشه دي. بصوا عشه واسعه علشان يكبروا براحتهم، وكمان العشه مفتحه في اماكن هم اصلا بيعرفوا يخرجوا منها ويخشوا تاني. بس انا قافله الباب عليهم ليه؟ علشان في بط بره، والبط لو دخل معاهم هياكل العلف بتاعهم. فدخلتهم هنا، انا بقفل، مجرد ان انا بقفل عشان العلافات بس، البط ما يخشش ياكل العلف من قدامهم، بس هما بقى بيخرجوا ياكلوا اكل البيت ويخشوا تاني العلف. العلف بتاعهم عبارة عن دشيشة، على علف بادي، على عيش مدشوش، والكمية الاكبر بتبقى عيش مدشوش. طبعا ده العلف اللي هم ايه بياكلوه كده، زي ايه، زي ما يكون مثلا واحد بياخد فيتامينات علشان يفضل ماسك نفسه. انما الاكل الاساسي بقى اكل البيت، اي حاجة بقى باقية من البيت، عيش على رز على مكرونة على القشر بتاع الخضار، اي حاجة، قشر بطيخ، اي حاجة عندك تحطيها لهم. اللهم بارك، دلوقتي هم بياكلوا الاكل اللي هو بتاع البيت، الاكل البيت والحاجات دي كلها. تمام. انا بقى هبدأ معاهم ايه، انا ممكن افضل احط اكل عادي مفيش مشكلة، اللي هو الاكل اللي بيتبقى من البيت والحاجات دي، ولكن انا بحط لهم مع علف علشان انا عاملاه كمشروع. يعني مثلا هو لو طلع فيه برابر اللي هي اناتي، هسيبهم يبيضوا، وهم اللهم بارك الله اكبر طالع فيهم يعني زيادة عن 70 واحدة او 85 واحدة اناتي، والباقي ذكورة. يعني الذكورة اللي فيهم مش جايين 15، ودي حاجة مفرحاني. ولو كانوا ذكورة كنت هفرح برضه، انا قلت ايه يعني لو جم ذكورة هيتباعوا، ولو جم اناتي هسيبهم يبيضوا. تمام. برضه هكلمكم عن مشروع لو انتوا بعتوهم دلوقتي، يعني دلوقتي هم عمرهم 22 يوم، لو بعتهم دلوقتي. بصوا اقرب لكم على الفرخه اهي، بصوا اقرب لكم على الفرخه، شايفين باينه الديك من الفرخه؟ الفرخه اهي، والديك هناك اهو عند المسقه، شايفينه اهو اللي في النص ده اهو. تمام، اهو بيتحرك. طيب دلوقتي لما يبقوا باينين كده الديك من الفرخه، دلوقتي الواحده ب50، اضربي بقى ال50 في 100 واحده ب5000 جنيه، يعني 700 جنيه جابتلك 5000 جنيه في 22 يوم. اللهم بارك الله اكبر. في ال50، ال100 واحدة في 50 جنيه ب5000 جنيه في يومين، في 22 يوم.
طيب قولوا لي بقى، اللهم بارك، الله اكبر الله اكبر، انتوا لو كنتوا جبتوا يعني مثلا اللي هيبدأ المشروع، لو بقى ما عايز يبدأوا على اكبر، يعني مثلا احنا لو قلنا ان احنا مثلا لو في بلد فيها بلد ارياف مثلا، هنا ما فيش حد قد كده بياخد الفراخ دي، فيعني بيبقى ليها زباين، يعني ممكن تتسوق صح مثلا على الفيس، على جيران مثلا يكونوا محتاجين الحاجة دي بيربوا فوق السطح زي ما انا مربية كده، بس مش عامة الناس كلها بتاخدها. انما بقى لو في مكان ارياف، لو انت بتتفرجي عليا في مكان ارياف، الحاجة المشروع ده هيمشي معاكي جدا. هيمشي معاكي ازاي؟ اللي انت مثلا لو جبتي 400 واحدة، هيبقى بعد 22 يوم ب20,000، 400 في 50 ب20,000. شوفي بقى، اللهم بارك الله أكبر، لما كل 20 يوم تاخدي 20,000، يعني اليوم ب1000 جنيه وانتي قاعدة في بيتك، ولا خرجتي ولا رحتي ولا جيتي. خليهم هياكلوا منك ب3000 جنيه علف، والباقي كله هيبقى بتاعك. شايفين؟ الله أكبر ما شاء الله، مشروع مربح وبيكسب ومن البيت، وحاجة بسيطة وعلى قد الايد. برضو لو انت هتبدأي ب100 واحد 700 جنيه مش مبلغ، ولو عايز تبدأي ب350 50 واحد وتبيعيهم ب2000 ونص بعد 20 يوم، برضو حاجة جميلة جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. اكون كنت سبب ولو حاجة بسيطة جدا في ان حد يشتغل بالحلال، وكفاية ان انا اخد ثواب عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو محدش اشترك ولا حد حط لايك. انا عند الله سبحانه وتعالى لو حد نفذ المشروع ده هكون فرحانة جدا جدا. ويا ريت بقى زي ما افدتكم تفيدوني وتصلوا على النبي، ودي اكبر افادة ليا. ولو اول مرة بتشوفيني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.